تخيل معايا كده عندك امتحان كمان 3 ايام والمنهج ولا لمسته ولا تعرف عنه اي حاجه، قلبك بيدوب وعقلك تايه ووقتك بيجري زي الرمل. بس استنى، في طريقه تنقذك من الكارثه دي، وعشان وقتك مهم الفتره دي فمش هطول عليه، اعتقد واضح من وقت الفيديو. النصيحه الاولى، ما تبداش بمذاكره عشوائيه. اول ما تقرر تذاكر ما تفتحش الكتاب وتقرا اي حاجه وخلاص، ابدا بخط وشوف ايه المهم وايه اللي عليه درجات اكتر وابدا بيه. النصيحه التانية، استخدم طريقه التناقض. مش قادر تذاكر، جرب تقنيه البومودورو، ذاكر 25 دقيقه وريح 5 دقايق، كل 4 مرات خد بريك اطول شويه. الطريقه دي بتخلي مخك شغال وانت مرتاح. والنصيحة التالتة، الموبايل سيبه. الموبايل في وقت الامتحانات هو العدو رقم 1. لو مش قادر تبعد عنه، في برامج زي ستي فوكس وفورست بتقفل لك التطبيقات اللي بتسحب وقتك. والنصيحة الرابعة، ركز على الفهم قبل ما تحفظ. لو فهمت هتعرف تربط المعلومات ببعض وتحفظ اسرع بكتير. ما تضيعش وقتك تحفظ حاجه مش فاهمها. النصيحه الخامسه، المراجعه الذكيه. كل يوم راجع اللي ذاكرته بسرعه قبل ما تبدا جديد، ده بيربط المعلومات في دماغك ويقلل التوتر قبل الامتحانات. والنصيحه السادسه، اسمع نفسك وانت بتشرح. جرب تشرح المنهج لنفسك كده او لحد تاني كانك مدرس، وده بيخلي المعلومات تثبت اكتر في دماغك وبيكشف اي جزء مش واضح عندك. النصيحه السابعه، النوم اهم من السهر. ما تقعدش تسهر للصبح وتحرق نفسك، مخك محتاج يرتاح علشان يعرف يخزن المعلومات. نام كويس عشان تصحى مركز. في الوقت ده انت محتاج انك تكون مركز. والنصيحة التامنة، خليك هادي قبل الامتحان. ساعة الامتحان قربت وما فتحتش كتاب، عادي، خليك واثق في اللي ذاكرته. كل حاجة هتلاقيها في دماغك وقت الجد، بس لازم تكون رايق وبس. ربنا يوفقك يا صاحبي.